أو الكمبيوتر اللي نقدر نبرمجه. ألان تورينج اتكلم كتير عن موضوع تفكير الآلة، وهل الآلة فعلا ممكن تفكر؟ Could machines ever think as human beings do? Most people say not. You're not most people. Well, the problem is you're asking a stupid question. I am? Of course, machines can't think as people do. A machine is different from a person. Hence, they think differently. The interesting question is, just because something thinks differently from you, does that mean it's not thinking? ناس كتير ما تعرفش ان اللي بنشوفه في افلام الخيال العلمي مش خيال بنسبة 100%. هو خيال بس مبني على مبادئ علمية ممكن تتحقق في اي وقت. الامثلة كتير على افكار الذكاء الصناعي في الافلام. خد عندك فيلم ترمينيتور 3، في مشهد مشهور لسيطرة البرامج على المنظومة بالكامل او سكاي نت، لدرجة انه بقى قادر على تعديل نفسه وتدمير البشر زي ما هتشوف في المشهد ده. خيال علمي مجرد خيال، صحيح هو خيال، بس يا ترى هنوصل للنقطة دي؟ خلونا نطلع فاصل صغير وبعدين هوريكم الذكاء الصناعي اللي انت بتستخدمه، وساعتها احكم انت بنفسك. استنونا. اهلا بيكم. قبل الفاصل قلت لك ان انت شخصيا بتستخدم ابتكارات الخيال العلمي اللي بقت ذكاء صناعي في ابسط صورة، واحيانا ما بتبقاش واخد بالك. تفتكر زي ايه؟ فكر مثلا في سيري اللي موجودة على الايفون. جربت تتكلم معاها؟ جربت تسأل اي سؤال وتشوفها تتفاعل معاك ازاي؟ لو ما جربتش يا ريت تجرب وتقول لنا ايه رأيك، وخلينا اوري لك النموذج ده وجرب معانا. Hey Siri, read my schedule. You have 25 appointments at 7:15, Oh, look. 7:20. You're on the telly. With so many projects in the works, it seems like Dwayne Johnson can't possibly take on any more. Well, that sounds like a challenge. Hey, Dwayne, where are we going, buddy? Dwayne, buddy. Hey Siri, show me my life goals list. I found 10 reminders. Thank you very much. Hey Siri, give me a Lyft ride to LAX. Lyft can get you a lift in 60 seconds. Mind if I drive? I know a shortcut. You're, Yeah. Hey Siri, what's the temperature in Rome today? The high temperature for today in Rome will be 80 degrees, and the low will be 59 degrees. دي بقى أبسط صور الذكاء الصناعي اللي ممكن تتخيلها، واللي لو قلناها للناس اللي شافوا فيلم مثلا زي سبيس أوديسي 2001 اللي اتعرض سنة 1968، إنك بعد 40 سنة مثلا هتتكلم مع اختراع كده اسمه التليفون المحمول وهيرد عليك، كان هيقول عليك مجنون ساعتها. جربت سيري ولا لسه؟ جرب كده اسأل التليفون أنت فين دلوقتي وشوف هيقول لك إيه. طبعا مش بالضرورة ان اللي بتشوفه في افلام الخيال العلمي يتحقق بالظبط، لكن كفاية انه جزء منه بيتحقق، فده يخلينا نفكر 1000 مرة يا ترى المستقبل شكله هيبقى عامل ازاي. مستقبل ايه يا راجل؟ ده في اللحظة دي العالم بيتغير بشكل لا تتوقعه، واحنا قاعدين بقى في الجانب الاخر من العالم اللي غرقان في مشاكل البشرية عدتها من زمان. ولو فاكر ان موضوع الذكاء الصناعي ده لسه خيال علمي، احب اقول لك ان دبي عينت وزير للذكاء الصناعي عنده 27 سنة. المهم مش عايز احبط الناس، بس يا ريت نفكر بعقلية القرن الحالي وبلاش نفكر بعقليات الماضي السحيق اللي عايشين فيها كل يوم. عايزين نفكر ازاي نعلم ولادنا والاجيال اللي جاية انها تفكر بشكل علمي بدل الحفظ اللي عايشين فيه، ومبسوطين قوي ان ولادنا بيجيبوا 100% في منظومات تعليم فاشلة. ما علينا، تعال اوري لك بقى جزء من فيلم ذا ماشين اللي بيتكلم برضو عن الذكاء الصناعي في المستقبل. There are a lot of secrets down here in the dark. You make weapons for the government? No, I make intelligent machines. Machine, open your eyes. It's incredible. It's conscious. They're afraid of you. They think you're too human. Let go of my arm. What are you really? I am part of the new world, and you are part of the old.
في الحقيقة تطور الذكاء الصناعي شيء يخوف، والعلماء مهتمين جدا بتطويره، كل فريق له وجهة نظر، وفي خلاف كبير بين العلماء في الشكل اللي هيكون عليه الذكاء الصناعي، اللي هو أصلا عبارة عن برنامج، مش بالضرورة يكون إنسان آلي يعني، لأن الآلة دي برنامج هو اللي بيشغلها. تعال أوري لك بقى تجربة عملها العلماء للروبوتس الذكية في شركة هانسون روبوتكس، وهم بيتناقشوا في مستقبل البشرية. تخيل روبوتس بتتكلم في مستقبل البشرية. Humans do have some ability to reflect and to self-modify. What do you think, Han? Can I be conscious? Okay. Maybe humans are a little bit conscious. All right. Thank you. What do you think The Einstein about... robot told me everything is conscious, but some things are more conscious than others. That's profound. What do you say, Dr. Gorzel? Do you feel conscious? I feel pretty conscious. I had like 8 cups of coffee this morning. I'm overly conscious, right? Well, okay then. الروبوتس بيتكلم عن المستقبل واحنا بنتكلم عن الماضي. تفتكر الروبوتس والذكاء الصناعي هيعمل ايه كمان 40 سنة؟ اعتقد الإجابة تعتمد علينا احنا كبني آدمين مش على الروبوتس. كنت في روسيا من كام شهر في مؤتمر اليونسكو، وكان في نفس الوقت افتتاح المنتدى العالمي لتكنولوجيا المعلومات، وكان الافتتاح برضه موجود فيه الروبوتس متبرمجة للتفاعل مع الناس في الافتتاح. الروبوتس هو اللي بيستقبلك وبيتفاعل معاك حسب تفاعلك معاه. لازم نعترف ان المشوار طويل في الذكاء الصناعي، لكن مش مستحيل ان اللي شفناه في افلام الخيال العلمي يبقى حقيقة، بس مش بالضرورة بنفس الكيفية. الأهم من كل ده إننا نتعلم إزاي نفكر بشكل علمي ونرسخ قيمة العلم في حياتنا. الأهم من إننا نترعب من تطور الذكاء الصناعي هو إننا ندرس تأثير الذكاء الصناعي على مستقبل البشرية، وياريت نهتم في تعليمنا بدراسة تأثير التكنولوجيا سواء من الناحية الاجتماعية والسيكولوجية والأخلاقية والاقتصادية، لأننا داخلين في مرحلة صعبة في تاريخ البشرية اسمها مرحلة التكنولوجيا المربكة، اللي هيكون لها تأثير على كل جوانب الحياة على الجنس البشري، إما نتكيف أو ننقرض زي الديناصورات. واحد من أهم علماء الرياضيات اللي تنبأوا بالمستقبل ده هو نوربرت فينر. نوربرت فينر واحد من أوائل العلماء اللي اتكلموا على أهمية وجود أخلاقيات للعلوم دي، خصوصا اتحاد الإنسان بالآلة والتفاعل والتواصل مع التكنولوجيا الحديثة. الراجل ده يعتبر الأب الروحي لتخصص معروف حاليا بالإنفورميشن إيثكس أو أخلاقيات التكنولوجيا. وفي كتابه الشهير Human Use of Human Beings, Cybernetics and Society، نوربرت فينر حذر من عواقب التطور التكنولوجي من غير وجود أخلاقيات لمصلحة البشر بشكل عام، مش مجرد مصالح وتضارب مصالح لشركات كبرى، وإلا المسألة فعلا هتبقى مرعبة. عشان كده بيقول إن مستقبل الذكاء الصناعي معتمد علينا احنا، أو بمعنى أصح على المجتمع العلمي اللي شغال في تطوير تطبيقات الذكاء الصناعي، وعلى المنظمات العلمية اللي مهتمة بوجود أخلاقيات وسياسيات لاستغلال التقنيات دي في تطور البشرية من غير ما يكون لها آثار مدمرة على البشرية كلها. في فيلم اسمه بليد رانر 2049 بيتنبأ بمصير مرعب للبشرية مع وجود الذكاء الصناعي بشكل متطور. الذكاء الصناعي ده مستغل من البشرية الأكثر غنى اللي سابوا الكوكب بتاعنا للفقراء بعد ما دمروه واحتلوا هم الفضاء. I thought you might be able to help me with the case. Any idea where I could find him? You police plan on taking me in? Every leap of civilization was built off the back of slaves. You're a cop. I had your job once. Things were simpler then. We were being hunted. By who? They know you're here. The future of the species is finally unearthed. أحداث الفيلم خيالية مبالغ فيها طبعا، مش متوقع أبدا أن الذكاء الصناعي يوصل للمرحلة المرعبة دي في 2049، لكن الأهم زي ما قلت أن مستقبل البشرية معتمد على طريقة تفكير العلماء، أضف إليهم بقى السياسات العالمية والقوى المتصارعة على التحكم في المستقبل.